الشباب ليسوا قدوات اطلاقا. من منتدى الاعلام الاماراتي، وسؤالنا يقول: من الاعلامي اللي تعتبره قدوه من الشباب؟ ما اقدر افكر في حاجه. شباب وايدين صراحه، وايدين ما اقدر افكر. يعني انا بقول انت. الاسماء كثيره وما نبغى نطرح اسم ويزعل الاخر. فيصل بن حريز واليماحي الله يذكره بالخير. الخير والبركه في كل من يقدم رساله. بروضه. اسماء اللي مرتبط بي انا شخصيا وبالبرنامج: حسن حبيب، في عندنا عبد الرزاق بعد، في الجانب الخاص بالخيل وما الخيل موجودين عندنا. احمد عبد الله موجود، واحد من الكفاءات والشباب اللي ممكن يقودهم. علي الظاهري انه لاحظته كان في الصحافه وكان موجود انا والحين يتابع معنا بعض الامور. قدوات الجيل القديم، الشباب طموح المستقبل، القدوة الذي يعمل منذ بداياته وينبش من في الصخور حتى يصل إلى القمة. أما الشباب فهم المستقبل. ابراهيم السعدي، سامية مراد، رحاب المهيري، بقول حامد بن كرم، احمد عبد الله. انت واحد، ما اقولها مجاملة، لكن الاستاذ احمد الحوري، لانه رجال متخصص في الصحافة وكذلك في الاعلام المرئي. انا تعلمت منه وايد هذا الرجل. طبعا مروان، احمد المنتب، محمد الكعبي، اسماء كثيره عشان ما انسى. كذلك محمد الساعدي، اسماء ياسر البناي، طارق حمادي، وسام الاميري، حامد الحارثي، اسماء ما مخلص منها. هنا سؤال لكم: منو من الاعلاميين الشباب اللي تشوفونهم قدوه؟ اكتبوا لنا في التعليقات.